السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. ايام قليلة وان شاء الله هنستقبل شهر رمضان المبارك، كل عام ونحن جميعا بخير. تعالوا النهاردة نشوف وصفتنا النهاردة سهلة بسيطة اقتصادية، ما شاء الله ريحة وطعم مفيش بعد كده. زي ما احنا شايفين كده هنعمل النهاردة طاجن الكفتة بالطحينة. معانا فلفل الوان وشوية جزر مع شوية طماطم بمعلقتين زيت، هنشويهم على النار بالشكل اللي احنا شايفينه. هننزل طبعا بالخضار بتاعنا في الطاجن، وهنصبع الكفتة اللي كنا عاملينها من قبل ومحتفظين بيها في التلاجة، نص كيلو لحمة مفرومة مع ربع كيلو من البرغل المنقوع صفيناه، 4 فصوص توم مبشورين، هنحط بابريكا حارة، فلفل اسود، معلقتين زيت، بيضة، باكو بيكنج باودر، والملح حسب الرغبة. زي ما احنا شايفين كده صبعنا الكفتة ونزلنا او رصيناها في الطاجن على الخضار، دخلناها الفرن، وبعد ما خلاص يعني ما شاء الله استوت طلعناها ونزلنا بالطحينة. طبعا طحينة الحياتي معروفة، فص توم مع بابريكا او فلفل حسب الرغبة، شوية خل، شوية ملح، طبعا كلنا عارفين طحينة الحياتي. انا بعملها وبحتفظ بيها في التلاجة، لما بحتاج منها بطلع. زي ما احنا شايفين كده، المهم طلعنا الطاجن بتاعنا، حطينا الطحينة زي ما احنا شايفين فوق الكفتة، دخلناها الفرن تاني حوالي 5 دقايق او 7 دقايق، طلعناها. طبعا اهم حاجة كمية البقدونس. بطاطس مقلية، بتعملي سندوتشات ممكن تجمعي ما بين البطاطس والكفتة، او الكفتة لوحدها والبطاطس جنبها في الطبق، يعني طريقة التقديم حسب الرغبة. زي ما احنا عارفين شايفين الشكل، اما الطعم ما اقولكوش عليه. ريحة البيت النهاردة كان ما شاء الله كله مقلوب من الكفتة. كفتة بالطحينة زي ما احنا شايفين، طريقة سهلة وبسيطة تشرفك قدام أسرتك وتشرفك في العزومات، كمان تنفع لشهر رمضان المبارك. أتمنى تعجبكم، وإن شاء الله ألقاكم في آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.